إذا مباشرة بعد نهاية المباراة تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب كرواتيا، المنتخب المغربي الذي قدم مباراة كبيرة. معي ياسين بونو الذي كان واحد من أفضل كذلك اللاعبين في هذه المباراة. ياسين بونو، كنا يعني متأكدين أن المباراة ستكون صعبة بين المنتخبين، المنتخب المغربي قدم لقاء قوي، كنا نتمناو الانتصار، ولكن شنو قراءتك للمواجهة؟ وكما شفتي مقابلة يعني ما كانتش سهلة أمام خصم اللي كاع كنعرفوا خصم قوي وكما شفتي يعني كانت مقابلة ذكية من طرف الفريقين. فكما شفتي كان واحد تاكتيكمون كنا بجوجنا يعني بيان بلاسي، ويعني كانت المقابلة تتلعب في دي ديتاي، وهادشي اللي كاين. كنظن الاحساس ديال المقابله فهو ايجابي. الفريق دار مقابله يعني كبيره من ناحيه تكتيكيا. غنحاولوا نواجهوا هذه المقابله اللي جايه ان شاء الله يعني حسن، وان شاء الله يكون خير. دائما المباريات الافتتاحيه، المباراه الاولى في نهائيات كاس العالم تكون صعبه، كيفاش كانت خصوصا الجانب النفسي، الجانب المعنوي ديال اللاعبين قبل المباراه؟ كما كتعرف يعني بحال اللي قلتي كيكون واحد الجانب النفسي اللي ماشي سهل الواحد يجيريه، وبالاخص مقابله يعني مع الوحده ديال النهار اللي حنا كتكون مولف كتلعب بالليل وداك الشيء. ولكن الحمد لله يعني الدراري جيراو مزيان كاع هادشي، وانا متاكد بان غادي يديروا مقابله كبيره الماتش الجاي ان شاء الله امام بلجيكا، واحد كذلك المنتخبات القويه، الرتبه الثانيه على المستوى العالمي. كيفاش كتشوف هذه المباراه والحظوظ ديال المنتخب الوطني؟ الانتصار غادي يخلينا الحظوظ ديالنا تكون كبيره من اجل التاهل للدور الثاني. وكما كتعرف حنا كنفكروا في ريوسنا، عارفين بان لكنا يعني في المستوى ديالنا، وكاع اللاعبين اللي عطاو يعني لا ميور فيرسيون ديالهم، فنقدروا ننافسوا مع اي فريق، وحنا غادي نحضروا ريوسنا ان شاء الله باش نوصلوا واجدين للمقابله. اخر سؤال، رسالتك للجمهور المغربي، خصوصا الجمهور الكبير اللي جا من المغرب وحنا تابعناه، وجمهور من يعني كافه يعني عواصم العالم، شنو يعني الرساله اللي تبغي تقول للجمهور المغربي؟ وكنشكروا حنا يعني كاع الجمهور المغربي اللي حضر معنا وساندنا، وحنا غادي نحاولوا نقدموا المجهود ديالنا باش نفرحوهم ويكونوا يفتخروا بنا. شكرا ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي. وكما تابعنا بانه الحماس سيبقى كبير وقوي، والتفاؤل كذلك كبير من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في اللقاء الثاني يوم الاحد المقبل امام منتخب بلجيكا، من اجل ان شاء الله ضمان التاهل للدور المقبل.